في واحد بيقول امي دخلت جمعيه مع واحده جارتنا وكل يوم تكلمها في التليفون وتقول لها عملت ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه، وانا مش فاهم موضوع ايه بالظبط، لحد ما اتقصت كده وعرفت من كلام امي مع الست دي انها بتدور لي على عروس. فامبارح الست جت عندنا وقالت لامي انا لقيت لابنك بنت زي القمر، ربنا يجعلها من حظه ومن نصيب. امي قالت لها طب هنروح ونشوفها امتى؟ فالست قالت لها انا كلمت مامتها وقلت لها تتفق مع جوزها وبعدين يحددوا معايا. فامي قالت لها ماشي. فالنهارده الست اتصلت بامي وقالت لها الناس جاهزين لو انت فاضيه هات ابنك وتعالي. فالمهم رحت انا وامي واتفاجئت ان البنت زي القمر فعلا ما فيهاش ولا غلطه. فامي اول ما شافتها قالت يلا نمشي. راح ابو العروسه قال لها في ايه يا حاج، هي بنت مش عاجباكي ولا ايه؟ امي قالت له مش عاجباني ايه يا عم، دي تعجب الباشا واي راجل يتمنى يتجوزها، بس انا كنت جاي على اساس تبقى واحده قريبه من شكل ابني، انما دي مش هتنفع معاه ابدا. انت شايف ابني عامل ازاي وبنتك عامله ازاي، حرام تظلمها. الراجل ضحك وقال لها عمرها ما كانت بالشكل، اهم حاجه الاخلاق والروح الحلوه، وبعدين هنروح بعيد ليه، البنت طالعه لي في الحلاوه وامها مناخيرها كبيره زي ابنك كده. فراحت مراته ماسكه الكوبايه وهوب على دماغه. امي من الخضه طلعت تجري وسابتني فوق عند الناس.